توافق برج الميزان مع كل برج. فتعالى بقى شوف نسبة التوافق بينك وبين برج الميزان. لو انت يعني مرتبط بحد ميزان فتعالى كده اعرف التوافق بينك وبين البرج بتاعه هيكون قد ايه. وانت يا برج الميزان تعالى اعرف التوافق بينك وبين كل الابراج عشان تعرف شريك حياتك المفروض يكون برج ايه وبينكم علاقة عاملة ازاي. وفي البداية نصلي على النبي مع بعض وتقولي انت برج ايه عشان اعمل لك فيديو المرة الجاية. فيلا بينا نبدأ من غير كلام كتير. اول حاجة برج الحمل، بينكم جذب قوي في الاول لكن للأسف بيكون في اختلافات كتير جدا في الطباع بعد كده بتكتشفوها. بيكون في شغف وفي هدوء لكن الطباع مختلفة جدا وبيحصل بسببها مشاكل كبيرة بينك يا ميزان وبين الحمل. الجوزاء عندك انسجام عالي جدا مع برج الجوزاء. وانتوا الاتنين بتحبوا الكلام وبتحبوا الضحك والهزار فانتوا الاتنين حلوين جدا مع بعض. برج ثور مع برج الميزان علاقة مستقرة. لو في تفاهم بس للأسف ممكن يبوظ العلاقة بينكم. انت وبرج الثور بينكم عند كبير جدا. لو انت اكيد مرتبط بحد برج الثور فانت شايف العند ده في العلاقة بتاعتكم مش مظبوطة. برج السرطان معاك يا برج الميزان، السرطان حساس والميزان متردد فمحتاجة صبر وتوازن وممكن حد فيكم يمل من الصبر فبتلاقوا نفسكم تعبانين لان محتاجة صبر جدا. ان انتوا تقدروا تقاوموا بعض. برج الاسد ثنائي ملوكي. يا ميزان، يا ميزان افرح، الاسد معاك ثنائي ملوكي، انسجام عاطفي واجتماعي قوي. انت متخيل انت كفايه يبقى معاك الاسد اصلا يا برج الميزان تحمد ربنا تبوس ايدك وش ده. الاسد هيبه واللي معاه كده تحس ان هو واو. برج العذراء، العذراء واقعي والميزان رومانسي فصعب يستمروا من غير تنازلات للأسف. برج الميزان مع الميزان في تناغم كبير جدا بس الاتنين مترددين فممكن يقفوا مكانهم ما تعملوش حاجة. يعني ممكن تكونوا مع بعض بس ما تعرفوش تعملوا حاجة. العقرب بقى فيه شد وجذب قوي. فيه شغف بس برضو فيه خناقات كبيرة جدا معايا العقرب. القوس بقى من أروع العلاقات، من أروع. القوس ده اصلا علاقته عسل فهتكونوا من اروع العلاقات، حب وحريه وضحك ومغامرات حاجه كده لذيذه اللذاذه. برج الجدي، الجدي جاد والميزان اجتماعي، اختلاف كبير جدا بس ممكن ينجح لو العلاقه دي فيها عقل مش فيها حب. الدلو ثنائي مثالي جدا في تفاهم في الافكار والطموح كمان فان شاء الله يكون في بينكم حب كمان. الحوت رومانسية عالية قوي لكن الحوت حساس زيادة والميزان محتار كتير فممكن يحصل مشاكل بسبب الموضوع ده. فانا عايزه اقول لك حاجه يا ميزان، الانسب ليك الجوزاء، الاسد، القوس، الدلو، لان علاقات فيها انسجام وضحك وحب ومغامره حلوه جدا اللي ممكن تمشي لكن محتاجه مجهود وصبر. الحمل، الثور، السرطان، العقرب، الحوت فيها شد وجذب بس لو في حب وتفاهم ممكن العلاقه تكمل. الافضل ان انت تبعد عنهم وما تقربش منهم عشان ما تتاذيش ونفسيتك تتاذي. العذراء والجدي عشان العذراء والجدي عمليين جدا وانت يا ميزان رومانسي ومتردد. مش بتحسوا ان انتوا بتكملوا بعض خالص. فالخلاصه كده الميزان احلى حاجه مع القوس والدلو والجوزاء والاسد واصعب حاجه مع العذراء والجدي فابعد عن العذراء والجدي يا ميزان. وقولي بقى يا برج الميزان انت مرتبط مع برج ايه وكانت تجربتك معاه ايه، وقولي انت كمان مرتبط ببرج ايه. وخلص الكلام، سلام.